تعالى يا سيدي اتفرج على اكتر نادي عايش مظلوميه في مصر. اكتر نادي بيقول انا مظلوم في اول ماتشين في الدوري. مش هقول لك بقى في نص الدوري ولا في اخر الدوري. اول ماتشين في الدوري 6 نقط كاملين، حرام. انت متخيل؟ نبدا بماتش البنك الاهلي. كوره في الدقيقه الاخيره تتحسب ضربه جزاء لنادي الزمالك، والكوره مردوده من ارض وهي فاول اصلا على لعيب الزمالك قبليها، وفضايح كارثيه في الدقيقه 97 فيحسبها الحكم محمد عادل في الدقيقه 97 ضربه جزاء لنادي الزمالك، وهي فاول لصالح البنك الاهلي. وفي نفس الوقت اصلا كره حتى مردوده من الارض لايد مدافع البنك الاهلي، اللي هو اصلا ايده في وضعها الطبيعي جدا الا لو قطعها. كمان تصريف صوتي فضيحه للحكم دوت اثناء ما هو بيتكلم. حكم الفار بيوضح ان الموضوع شغال بالالوان، ده عشان الزمالك هحسبها، انما لو ما كانش للزمالك مش هحسبها. بيقول له الله يخرب بيتك يا ميدو، احسبها ازاي؟ ده الكوره مردوده من الارض يا ميدو. احسبها ازاي دي بس يا ميدو؟ وفي الاخر راح سفر وحسبها. حاجه فوق الواقع، فوق الخيال. ما كانش متوقع ان التسريب الصوتي ده ممكن يطلع للعالم كلها ويتفضح الفضيحه اللي اتفضحها محمد عادل، والحكام المصريين كلهم اتفضحوها. فالماتش اللي بعده على طول ماتش سموحه بقى. يعني ادي كده 3 نقط، حرام. خلاص الف مبروك يا كابتن. الماتش اللي بعده على طول اللي هو تاني ماتش، ماتش سموحه. ايه اللي حصل؟ بدايه كده محمد شحاته لاعب الزمالك عامل 40 فاول في نص الملعب، وكلهم فاولات خطيره، اخد انذار واحد بس. سيبك من محمد شحاته. كوره عمر جابر مع اسلام جابر، شوف الكوره دي كده. الكوره دي كده طرد مباشر. اي حته في العالم واي حكم في العالم هيحسب الكوره دي طرد مباشر. يعني احمد سامي بيتكلم بعد الماتش بيقول لك ان هو الاسترزات معلمه في رجل اسلام جابر. متخيل حجم القوه اللي دخل بيها عمر جابر؟ والحكم راح مديله انذار. وحتى الفار يا عم كبر دماغك، فار مين وبتاع مين؟ مش بتوع فار احنا يا كابتن. في مظلوميه نادي الزمالك، في ايه؟ مش هينفع، هياكلونا بعد الماتش. طيب سيبك من دي. الجون الثاني لنادي الزمالك اوفسايد رسمي فهمي نظمي على مصطفى شلبي، وخلصت بيه الماتش. متخيل حجم الفضائح اللي في ماتش واحد؟ طب ضربة الجزاء بتاعت عبد الكبير الوادي، اتفرج كده. ضربة جزاء فهمي رسمي نظمي، برضه ما اتحسبتش. تخيل ده كله، كل الحالات دي في ماتش واحد بس ضد فريق واحد بس، تثبت لك ان الموضوع ماشي الوان فعلا. موضوع ماشي الوان. سموحه بهدلت الزمالك الماتش ده. سموحه لعب الكوره عالميا، نادي الزمالك ما كانش موجود، ورغم كده كسبوا بالتحكيم. كده 6 نقط، حرام في بدايه الدوري واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز اشوف واحد زملكاوي بيتكلم عن مظلوميه والحكام والمش عارف ايه. انت اصلا اول ماتشين في الدوري ب6 نقط، حرام. انت من غير الحكام المصريين مش عايز اقسم بالله، بس كان زمانك بتلعب في المظاليم يا حبيبي. مكانك الحقيقي المظاليم باللعيبه الكسر بتوعك، شيكابالا ومشلاك واللعيبه اللي مش قادره تجري دي. ده اخرك مظاليم. ودول اول 6 نقط حرام في الدوري لنادي الزمالك. واحنا هنعد لكم حاله حاله، ماتش ماتش من بدايه الدوري ده عشان نعرف انتوا كسبتوا كده في اخر الدوري كام نقطه حرام لما بدات باول 6 نقط حرام. شير على اوسع نطاق وعرف الناس كلها نادي المظلوميه الدوليه هو وجمهوره بيكسبوا ازاي. بيكسبوا كده بس، ما بيعرفوش يكسبوا غير كده. بطوله اللسان والحكام المصريين. سلام.